الشقة في الدور الأول. ده المطبخ. بيبص على الحديقة ديت. الشقة 3 غرف وصالة. دي الغرفة الأولى. النهاردة يا جماعة في سوق البازار الجمعة قدام العمارة. الحمام. الغرفة التانية. على فكرة في شقتين، الشقة ديت والشقة اللي قصادها للبيع، الاتنين للبيع. واحدة بتبص على الحديقة والتانية بتبص على سوق البازار. دي الغرفة التالتة. بعد كده هنا الصالة. شوفوا كده، بسم الله ما شاء الله، الحديقة الكبيرة ديت قد ايه. منكم للحديقة على طول. كل يوم تشرب الشاي او العصير بتاعك في البلكونة مع زقزقة العصافير اللي على الشجر ديت، والهدوء الجميل والاكسجين النقي اللي بيطلع من الاشجار اللي قدامك ديت. السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا جماعة. بالنسبة للشقة ديت هي 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ وبلكونتين. احنا فين؟ احنا في منطقة السلطان ايوب. من هنا لمحطة المترو 3 دقايق مشي لمحطة المترو. تاني حاجة، الشقة ديت في الدور الأول. المكان هل يصلح لعيلة؟ أيوة، المكان ما شاء الله يصلح لعيلة زي ما انتوا شايفين دلوقتي. ولما حضرتك تيجي وتتفرج عليها وعجبتك الشقة، هتقعد منك مع المالك مباشرة وهتتفاصل معاه. وأنا وشريك التركي وظيفتنا إننا هنكون معاك وهنترجم كل حاجة لغاية ما تتفقوا. اتفقتوا؟ أنا وشريك التركي هنكون معاك لغاية ما تاخد الطابو إن شاء الله. على فكرة الشقة ديت أدي شقة أولى، في قصادها كمان واحدة، شقة واحدة كمان هوريها لكم في الفيديو التاني. الشقة برضو بنفس الثمن. علشان عايزين تشوفوها تقدروا تبصوا على قناتي على اليوتيوب علي جمال. الفيديو اللي بعد ده على طول هتلاقوا فيه الشقة التانية اللي هي بصة على البازار على طول. شكرا جزيلا وأشوفكم قريبا إن شاء الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. البناء يا جماعة، شايفين الأشجار ديت؟ وراها على طول محطة المترو.
الناحية التانية على طول. ودوت السوق اهو، ده سوق الجمعة، كل يوم جمعة بس. تعالوا معايا كده. اه يا جماعة البنات،